بيرك الواحد اتخانق يعني. اسف على البدايه دي، بس تخيل ان دي تحولت دلوقتي بالنسبه لي لاكتر جمله معبره ممكن ابدا بيها فيديو بيتكلم عن فيلم. يعني انت شايف احنا وصلنا لفين؟ منذ قديم الزمان بينزل الفيلم، الناس بتتفرج، حد عاجبه الفيلم، حد مش عاجبه الفيلم، حد مؤيد للمضمون وحد معترض على المضمون، حد فاهم كتابه فبيعجبه حاجات وما بيعجبوش حاجات، حد فاهم تكنيكاليتيز تصوير ومونتاج وتلوين واخراج فبيتكلم وبيقول رايه. ولو الفيلم حلو وقوي بتفضل الناس فاكراه، ولو لا فسرعان ما بيختفي وبتستمر الحياه بين ابتسامه شايف الدنيا كانت بسيطه ازاي؟ وفي الوقت ده الواحد عمره ما كان بيدخل في نقاش شديد اللهجه مع حد علشان قال رايه في فيلم ولا في مسلسل، ببساطه عشان انت عارف ان ده رايه، فاهم يعني؟ الكلام ده من بطنه، حب الفيلم ما حبوش عشان ده ذوقه، فصباح الفل يعني انا ماليش دعوه بذوقك. لكن في الوقت الحالي ومن فتره تعتبر مش طويله بدات الامور تاخذ منحنى تاني خالص، وزي ما انا وغيري بنتكلم دايما عن الاعمال منخفضه الجوده ودايما بنقول ان الصناع هم المشكله، فبكل امانه انا جاي النهارده اكلمك عن مشكله بطلها هو الجمهور نفسه. انا رامز جلال ودي البرسونا، والنهارده هكلمك عن فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو، وخصوصا نقطه ليه في ناس ما حبتش الفيلم ده. نزل فيلم رامبو في السينمات ولاقى نجاح منقطع النظير، بيعدي الوقت وبينزل الفيلم يا ابن بقى اللي في الشارع بقى خلصونا. عارفه انا بحبك قد ايه؟ ده انت مراتي وحبيبتي وامي. نزل فيلم رامبو في السينمات ولاقى نجاح منقطع النظير، بيعدي الوقت وبينزل الفيلم في الابليكيشنز زي شاهد وكده، وبيشوفوا شريحه اكبر من الناس، ودول اللي غالبا ما عرفوش يشوفوه في السينما زي حالاتي كده، عايشين في محافظات لسه اعظم اختراع فيها هي الراديو. وهنا بتكمن المشكله. وقبل ما اكلمك عن المشكله عايز اكلمك عن الفيلم نفسه، وقبل ما اكلمك عن الفيلم نفسه في فاصل سريع كده. الحلقات دي برعايه ميركوري ميوزك، وهم السبب في ان احنا مكملين في الشو ده لحد النهارده بعد ما انا كنت متوقف فتره طويله جدا. فحابب المره دي ان انا اتكلم عن فيديو كليب الغربه انتاج ميركوري ميوزك. اغنيه خفيفه جدا، ليركس خفيفه جدا، وتصوير حلو جدا، وهم نادرا ما بينزلوا فيديو كليبس بالطريقه دي. مستني كل الناس انها تدخل تشوف الفيديو كليب اللي انا حاطط لينك بتاعه في الديسكربشن وتقول لي رايها. وبرده ما تنساش انك تعمل سبسكرايب لقناه ميركوري ميوزك، اللينك بتاعها برده في الديسكربشن. طيب يا سيدي، انا شفت الفيلم وبكل صراحه هو فيلم هايل على جميع الاصعده، وانا مش بحب وصف فيلم مهرجانات وفيلم مش لكل الناس والهري ده. الفيلم لو مش لكل الناس حطه في جهازك وما تصدعش 200 ابون. مخرج فيلم رامبو شخصيا وهو الجميل خالد منصور كانت مسيطره عليه فكره انه عايز يعمل فيلم ابوه وامه يشوفوه عادي جدا من غير اي صعوبات. وكتوجه اولي دي حاجه مبشره جدا، بتنم عن خلفيه صانع عنده شخصيه فريده كمان مش زي اي حد ولا بيقلد، وبكل تاكيد صانع ذكي مش منساق ورا دوشه الافلام النخبويه اللي عايزه جمهور معين، وفي نفس الوقت برضه مش منساق ورا الافلام العشوائيه. هو اكيد مش عايز يعمل حاجه تتنسى بعد اسبوعين من طرحها. عمليه صناعه فيلم رامبو عدت على مراحل كتير، تقريبا 7 سنين بيتجهز فيها للفيلم ده. وعلى قد ما الموضوع ده كان متعب جدا بالنسبه للصناع، الا انه كان مهم جدا علشان الفيلم يستوي ويظهر لنا بالطريقه اللي ظهر بيها، وهو في شكل اقرب للكمال السينمائي بالنسبه لي. بحيث طول الفتره اللي كان بيتجهز فيها للفيلم نضجت تجارب الصناع، زادت خبرتهم، وزادت حصيله مشاهداتهم السنويه، ده مهم جدا بالنسبه للناس لسه بتبدا. وبرضه صناعه فيلم رامبو كان فيها ريسك مش طبيعي، صعوبات عرفناها بعدين. اولها مثلا هو بطل الفيلم نفسه عصام عمر، برغم الاداء الرهيب اللي شفناه من عصام، الا ان لما كان بيتجهز للفيلم ده عصام عمر ما كانش معروف زي دلوقتي. رامبو بيتجهز له من قبل بالطو، يعني انت متخيل؟ يعني ما قرروش ان ده عصام عمر اللي هنخليه البطل بعد ما نجح في بالطو، لا ده مقررين من زمان، من ايام ظهور عصام عمر في مسلسل الاختيار، ظهور سريع جدا وسط عدد رهيب من الكاست، وبرغم ده علق مع الناس. عملت اوديشن ولقيته بيكلمني هو بنفسه، قال لي جابني، رحت للشركه قال لي عصام انت بتعمل معايا اخو كريم عبد العزيز. ما ردتش عليه من كتر اللي انا مش مصدق. وبيعمل بعدها بالطو على طول وبينجح بالطو جدا. وساعتها عصام عمر كان لسه تحت المراقبه يعتبر، اللي هو نجاح واحد وانتهينا، وان سيزون واندر زي ما بيقولوا في الكوره وهتختفي ولا ايه الدنيا. وانا نفسي كنت مستني بقى دور بره الجانرا بتاعت الكوميديا الحزينه اللي بيعملها عصام عمر دي، وفي دور حجمه كبير بقى مش بسرعه زي الاختيار. وده اللي حصل في فيلم رامبو. تقدر تشوف تعبيرات وش عصام ورياكشناته، مستحيل كنت اتخيل ان يطلع منه حاجه زي دي بصراحه.
بصراحه يعني بامانه مش هدعي الحكمه بقى باثر رجعي واقول كان ممكن. انا شخصيا ما كنتش متخيل، ناهيك عن اداء في الحوار وطريقه حركه مدروسه ومتقنه جدا. الناس اعجبت جدا بالكابل اللي هو عصام وراكين وقال لك لايقين قوي على بعض، وده كان بعد الاعلان اللي كان في رمضان لو تفتكر. عايز اقول لك برضو ان تم اختيار راكين وعصام قبل ما احنا نعجب بيهم ونقول لاقين على بعض والكلام ده. يعني بص، هو سبحان الله بيبقى في حاجات معقربه بتطلع بصعوبه ويا تنجح يا تفشل، وفي حاجات تانية الدنيا بتبقى سهله فيها وبتنجح على طول. رامبو حصل فيه الحاجتين، يعني اتعثر 7 سنين ولك ان تتخيل بقى كميه الكواليس اللي احنا ما نعرفش عنها حاجه، وبعدها ربنا بيوفق وبيتحول بطل الفيلم النجم مره واحده. والناس برضو من مجرد اعلان حبه الثنائيه اللي ظهرت في الفيلم راكين وعصام، وكل ده رفع الفيلم وزقه زقه قويه جدا، يعني على الاقل كتعويض للصناع عن كميه التعثرات اللي مر بيها. حاجه مثلا من المشاكل برضو ان اول ما بدا التجهيز للفيلم وبدا يتعرض على الشركات المنفذه كان في رعب، مين عصام عمر ده ومين اللي معاه دي وايه الفيلم الارتستيك ده وايه الكلب ده، يعني هتتحكموا فيه ازاي، يا ناقص هبل. وانا فعلا ما اعرفش بقى تفاصيل كتير، بس انا شمتان جدا 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 في اي شركه منتجه اتعرض عليها الفيلم ده وما وافقتش بصراحه. يعني كان عندهم حق وكل حاجه، علشان حسابات السوق الموضوع ما كانش مبشر خالص من 6 و7 سنين، لكن برضو بالنسبه لي مفيش مشكله خالص ان احنا نجازف وناخد الريسك مقابل اننا نعمل حاجه جديده ونجرب. فانا زي ما بقول لك بصراحه كل امانه شمتان في اي شركه ما قبلتش الفيلم في الاول، اقعدوا بقى في السيف زون كده لحد ما تموتوا، وانتم متم بالمناسبه. يعني 80% من الشركات المنتجه حاليا شغلهم زي الزفت. ما علينا، الفيلم سافر بلاد كتير والناس احتفت بيه جدا، سواء في مهرجانات عالميه وقويه زي فينيسيا او في حاجات تقدر تقول عليها مهرجانات الشعب موجود فيها قوي زي قرطاج مثلا. الفيلم كسر الدنيا في الاثنين. والمخرج خالد منصور في حلقه مع هادي بسيوني في المراجعه النهائيه بيحكي ان في احد المهرجانات اللي اتعرض فيها الفيلم سبايك لي شخصيا تفاعل جدا مع الفيلم وكان مبسوط. يعني انت متخيل؟ البحر الاحمر كان مهم جدا لان خدنا فيه جايزه، وكان رئيس لجنه التحكيم كان سبايك لي. كان العرض المفروض التاني في سبايك لي، فبعد العرض ما خلص لقيت انا حواليا ناس كتير قوي عماله تبارك لي وتقول لي مبروك والفيلم عجبنا قوي، والناس متفاعله جدا بالعرض. فانا في وسط السلامات وبتاع برفع عيني في وشي لقيته واقف في وشي يعني لازق فيا، وراح مخبط عليا كده وراح حاضني، بعد كده راح مخبط كده عليا تاني وراح مشي. فيلم رامبو بالنسبه لي من اكتر الحاجات الرهيبه ان تقدر تقول 80% من القائمين عليه سواء في الكاست او في الكرو هم شباب سنهم صغير، وفي منهم اللي تعتبر دي تجربتهم الاولى زي المخرج نفسه خالد منصور، واللي تجربته دي تعتبر مبشره جدا، واتوقع ان هو هيقلب الدنيا في الفتره الجايه. فاهم يعني ايه؟ الناس دي خبرتها لسه قليله، ومنهم اللي لسه بيبدا، وعملوا الحاله الرهيبه دي. الوان الفيلم تحفه، كادرات مش طبيعيه، يعني مش انا اللي هقيم الكادرات في الفيلم ده. اعمل بوز كده في اي لحظه هتلاقي لوحه، لوكيشنز خطيره معموله كلها من الصفر. بيت حسن ده معمول من الاول كده فروم سكراتش، الشارع اللي تحت بيتهم ده متعدل، ورشه كارم دي برضو متعدله، هي كانت ورشه بس اتعدلت تماما. وعلى ذكر كارم، احمد بهاء رهيب في الفيلم ده، اداء مش مجرد حاجه كده عابره. ناهيك عن باقي الاداءات، الكاست مش كبير خالص، يعني الدنيا ملمومه والاحداث بسيطه، مفيش دوشه، وهنا تكمن المشكله او ده اللي حصل بسببه دوشه. وخليني اتكلم اكتر في ده. ليه في ناس ما حبتش فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو؟ زي ما قلت لك في الاول، رايك انا ما اقدرش احجر عليه تماما ولا اكلمك فيه، انا ابويا شخصيا ما حبش الفيلم، فاهم؟ فعادي صباح الفل، لو ده ذوقك فانا مش هتكلم معاك. انا هتكلم عن الفئات اللي ما عجبهاش الفيلم وقرروا ان هم يقولوا ليه ما عجبهمش الفيلم. انت بقى بينك وبين نفسك تقدر تحكم بقى لما تسمع اللي انا هقوله، انت ليه ما حبيتش الفيلم. ويا عم ما تقوليش، مش عايز اسمع حسك لو انت اكتشفت انك جاموس. في اللي جاي بقى ده كله هتنزل تقول لي انك بتنمط وبتختزل الناس وكده. ده انا عامه الفئه الاولى من الناس اللي ما عجبهاش الفيلم، وهي اللي ده مش ذوق، من غير اي مبررات ومن غير اي تفاصيل، عشان غالبا لو سالته ليه ما عجبكش هيبدا يقول لك يا عم مش حاسس كده. يا عم ماشي، مش هكلمك، ده مش ذوقك، خلاص خلص. انت محترم جدا لمجرد انك قلت مش عاجبني عشان ده مش ذوقي، ده جميل. ما انت ما حاولتش تتفلسف. وبالمناسبه الفلسفه هي مشكلتي بقى في الفئات اللي بعد كده. الفئه الثانيه هي دانا وسو اللي نزلوا موفي نايت اون تيوزداي يتفرجوا على عصام عمر كاز هيز جورجز بجد، عنده عروق كده في ايده مش طبيعيه، and he's remind us بنيت جايكوبس في ايفوريا and honestly he's so hard. فجبنا بوب كورن وبيبسي وخدنا انكل حاتم السواق، رحنا نتفرج على دانا I can't remember what the name of the movie. I guess كان Seeking Heaven for Mr. Rambo I guess yes. فطبعا ما عجبهمش الفيلم علشان لما دخلوا ما لقوش كل الحاجات اللي هم كانوا عايزينها دي، لقوا نوعا ما حياة هم ما يعرفوش عنها حاجة ولا اهاليهم يعرفوا عنها حاجة، فطلعت كل واحدة من الفيلم مش مبسوطة وقررت ان هي بقى تقعد تجعجع. honestly it was so boring. so I told you ندخل النيو وان بتاع تامر شهدي
ده انا اي ثينك اسمه تامر حسني وريفر بيتش. وبالمناسبه ده برضو رايهم، وبالمناسبه برضو ده تحت جزمتي عشان انتوا ما عندكوش حاجه تقولوها. الفئه الثالثه وهي الحنايك المات. مارو اللي بيجي له حرقان من الدرجه الرابعه بمجرد ما يلاقي فيلم نزل كده في السينمات، ومن شكله كده من بعيد ممكن ايه الواحد ينزل عنه بوست 182 سطر في فيسبوك ولا ليتر بوكس، منها يجيب شويه ريتش ومنها ممكن يعجب البت بسنت اللي مارو بيحاول يشقطها بقاله فتره ومش لاقي داخله. فللاسف مارو ما لقاش مساحه ضخمه للحناكه في الفيلم، المساحه اللي هو دايما متعود عليها يعني. وبرضه للاسف ما لقاش مجال انه لما يروح يلاقي فيديو على يوتيوب مجتمع فيه شيخ وقسيس ومحسن نور وساعي بريد يشرحوا له فيه اللي هو ما فهمهوش عشان هو تيس طبعا. فاتبضن من الاخر يعني. قال لك يا جدعان ايه بقى يعني هنشغل الشغل امتى؟ هقعد مع العيال على القهوه ازاي بقى واحسسهم انهم بهاي؟ هقول لهم ايه فيلم فيه اسقاط على مصر بقى والحاجات الكليشيه دي؟ يا لا ما خلاص بقى ابتذلت. يا عم خالد يا منصور، فين الوجوديه لجان بول سارتر في نو اكزيت؟ طب فين المثاليه لافلاطون في ماتريكس؟ طب فين العدميه لفريدريك نيتشه في فايت كلاب؟ فيلم بحث عن غرامبو ده فرصه مهدره يا جماعه، كان ممكن نستغله اكتر من كده بكتير. فالجاموسه اللي اسمها مارو ده بالنسبه لي نموذج فيه منتهى الغباء. واصلا انت يعني لو خلاص بقى تعبان وما عادش قادر وهتموت وتتحنيك، تقدر برضو انك تدخل للفيلم في حته بقى تتحنيك بقى بالوجوديه والعدميه والبتنجانه المقليه وكل الهبل ده. بس حتى هو في الحنيكه مش حويط برضو، ماهوش ذكي باي شكل من الاشكال. ودي برضو نوعيه ناس وده رايهم وبرضو تحت الجزم. ماشي. الفئة الرابعة وهي فئة للأسف أنا بحزن جدا لأنها موجودة، وهي بتعتبر أكبر فئة بتمثل كل من لم يعجبه الفيلم ده، وهي فئة الأدمغة المشخوخ فيها. وبالمناسبة وعلى عكس الفئات اللي فاتت واللي معظمها كان شباب، الفئة دي خصوصا من أول عيال صغيرة لحد رجالة كبار، واللي بقالهم سنين بيتقدم لهم كل أنواع المخدرات الرخيصة، سواء كوميديا سخيفة اوعى وهو ده وضرب نار وبنات وموتوسيكلات ومخدرات ودعاره واضرب كل ده كده في الخلاط، وهات مش عارف مين اللي عليه فضايح متلتله يخرجه، وهات الفاشله دي تنتج. ايه ده ممكن يروح السعوديه؟ طب يلا يا عم على خيره الله اصرف مليارات عشان نوصل كل حاجه للاكستريم. طب يضرب ده ودي بتسكور مع ده وده بيغتصب دي، وافلام ملحمه كده يخلصها المتفرج من دول وهو حاسس انه شبعان وبيتكرع وعايز فوار. هو مش عارف هو اكل ايه، او في الحاله دي بقى هو مش عارف هو اتفرج على ايه او ايه نقاط الجمال في اللي هو شافه، بس هو شبعان. وانت مجرد ما شبعتني خلاص يا عم انا مرضى. سنين وسنين بقى على هذا الحال. فلما بينزل فيلم بسيط زي ده تقدر انك تترجمه بشويه معاني مختلفه على حسب انت عايز ايه او حياتك عامله ازاي. في اداءات جميله، قصه بسيطه، هدوء كده، ومحمد منير في الخلفيه، مونتاج هادي، فيلم هادي فيه صمت جميل وكلب زي القمر، والدنيا يعني مفيش فيها احلى من كده. لا والله مش عاجبني. شوف يعني هو حلو بس فين القصه؟ فين كده ناقصه بس كده حاجه. ايه عايزين يخرجوه من البيت يعني ويموتوا الكلب؟ هي دي القصه يعني؟ ما هي دي يعني القصه دي يعني اللي عايز يعني يخلصوه هو دي يعني. وبصراحه يا جماعه يعني دي اكتر فئه انا ممكن افهمها، وفي نفس الوقت بيزعلني جدا وجودهم عشان هم بلا شك مؤشر قوي جدا على الانحدار في الذوق. ودي مشكله الصناع برضو يعني، بسبب معامله المشاهد انه جاموسه عايز ياكل ويشرب ويمارس حقوقه الشرعيه وخلصنا. فهنقدم له كل ده بقى كده في الخلاط في 3-4 افلام كل سنه، ونبيع بقى تذاكر كتير ونكسب فلوس ونكسر الدنيا وانتهينا. ده كده خلاص كده. فهو اتعود ان للاسف ده الفيلم، غير كده يبقى فيلم خالي من المعنى. ودي حاجه من الحاجات اللي مجنناني. وبرضو ارجع واقول لك ده مش معناه ان اللي حب الفيلم هي شريحه صغيره، لا خالص. ناس كتير جدا حبوا الفيلم وناس كتير جدا اتاثرت بالفيلم. انا نفسي خد مني دمعتين كده في الاخر، ولما خلصته فضلت في حاله معينه كده، ومش فاكر اخر مره في فيلم خلاني احس بالاحساس ده كان امتى، بس كنت مبسوط جدا ببساطه خالص. عشان كده لما لقيت في ناس مش عاجبها الفيلم كان عندي فضول بقى، تعالى ليه مش عاجبك الفيلم؟ ولقيت ضحك وغباء منقطع النظير حكيته لك بقى انا في الفيديو ده كله. وبس كده، ده اللي كان عندي عن الفيلم ده، او ده اللي كان عندي عن سؤال ليه في ناس ما حبتش الفيلم. في ناس غيري اتكلموا عن الفيلم قبلي وقالوا كل حاجه بقى، انا مش هقعد اقري في حاجه الناس اتكلمت فيها مش ناقصه. فبس فيديو خفيف لذيذ بتكلم فيه عن حاجه كانت شغلاني وكانت معصباني قوي. فيا رب الفيديو يكون عدى كده بسرعه وخفيف على قلبك وحبيته. ما تنساش تتاكد انك عامل سبسكرايب ومفعل جرس التنبيهات عشان انا بقيت منتظم. ايه رايك في الانتظام؟ اظن مفيش بعد كده يعني. ولو مهتم انك تشوفني في اي حته تانية بره يوتيوب اعمل لي فولو على الانستجرام، انا اكتف فيه جدا 24 ساعه في الانستجرام، بتكلم انا والناس وبنعمل كل حاجه. وبس كده.